90 دقيقة كاملة بلا حركة، بلا ما يرمش وبلا ما يهدر. هذا ماشي صنام، هذا ميشيل كوكا اللي حير الصحافة في كاس إفريقيا بالمغرب. ولكن الصدمة الحقيقية هي علاش كيدير هاد الشيء. واش عرفتوا باللي هاد الوقفة ماشي غير بوز، ولكن وراها قصة ديال اغتيال سياسي عمرها 60 عام؟ سميتو ميشيل كوكامبولا دينغا، وهو مشجع وفي لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسط الملاعب ديال الرباط والجمهور كينقز وفرحان بالأجواء. ميشيل كيلبس كوستيم أنيق وكرافاطة وكيوقف في بلاصتو بحال شي عمود ديال الضوء. الماتش كله بلقطات الفرحة ولقطات الخلعة، وجهه ما كيتبدلش وجسمه ما كيتحركش ولو سنتيم واحد. في الماتشات ضد السنغال وبوتسوانا الكاميرات خلت اللعب وبقات مكابله غير ميشيل. فاش ماركات الكونغو الجمهور شعل الدنيا بالفرحه، ولكن هو بقى هاز يده اليمنى وموجه كفو للسما وعينيه كيشوفوا نيشان ما تحرك شعره. هادشي خلى العالم يتسطى، والصحافه اللي جات تغطي احسن نسخه في التاريخ ديال الكان لقات راسها قدام ظاهره غريبه، والجمهور المغربي ولا كيتسابق غير باش يتصور معاه. دابا اجيو نعرفوا السبب الحقيقي، حيت القصه ماشي غير بوز خاوي. ميشيل كوكا كيدير هادشي باش يوجه تحيه لروح باتريس لومومبا. لومومبا هو أول رئيس وزراء في الكونغو ورمز كبير من رموز الاستقلال في إفريقيا اللي تغتال شحال هادي. الوقفة اللي كيوقف ميشيل واللبسة اللي كيلبس هي بالضبط نفس الوقفة ديال التمثال الشهير ديال لومومبا اللي كاين في العاصمة كينشاسا. يعني السيد كيعتبر راسو تمثال حي كيمشي مع المنتخب فين ما مشى باش يفكر العالم بالتاريخ ديال بلادو وبالصمود ديال الشعب الكونغولي. هو قال في الصحافه بلي الكره ماشي غير لعب، هي رساله وهويه، وهذا الجمود ديالو هو اقوى تعبير على الوفاء لهذا الرمز التاريخي. صراحة كاس إفريقيا في المغرب هذا العام جابت لنا قصص واعرة، والتنظيم خلى العالم يشوف الوجه الحقيقي ديال بلادنا. ولكن قصة ميشيل كوكا غتبقى محفورة في الذاكرة. قولوا لنا في التعليقات واش تقدر توقف بحالو ولو غير 10 دقائق بلا ما تحرك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش الناس تعرف القصة الحقيقية وراء الرجل التمثال. نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.